يسعدنا ان يكون معانا النهارده نموذج مشرف، واجهه جميله جدا لمصر والمصريين. هو الامين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، وكبير العيله في الكويت اللي بيحتضن دايما الجاليه المصريه اللي موجوده في الكويت، اللي انا بعتبرها من اجمل واحلى الجاليات بسبب وجوده معانا. يسعدنا ان يكون معانا الاستاذ علاء سليم. اهلا بحضرتك معانا. يا اهلا بحضرتك استاذ امين، وبكل اسره قناه الصعيد، وبكل اسره الطير المسافر، وبشكرك وبحييك، وانت دايما داعم لمجهود المصريين في الخارج. انا بحب اشكرك شكر شخصي وبالنيابه عن المصريين اللي في الخارج، الدعم الكبير اللامحدود وحبك انك انت تساعد من اجل المساعده فقط لا غير. شكرا يا فندم، ده دورنا. والحقيقه انا واحد من ابناء الوطن المهاجرين من 35 سنه، وانا اقيم تحديدا في دوله الخليج، وبنضع انفسنا يعني تحت امره اهلنا وناسنا وكله في خدمه الوطن. وانا شايف الصحوه اللي بتحصل دلوقتي تحت يعني اشراف ومسمع ومرأة من كل الناس اللي بياخدها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقه صحوه جديره بالاحترام، جديره بان يقف المصريون في الخارج الحقيقه خلف الوطن وخلف القياده السياسيه، ودي حاجه جميله جدا. واسمح لي يا استاذ امين من خلال حضرتك، انا واحد طبعا من المسافرين اللي بتيجي مصر اجازات. لما جيت انا انبهرت الحقيقه، يعني طبعا لما نشوف غير لما نقرا او نسمع. الحقيقه ان حجم الانجازات اللي موجود في مصر انجازات غير مسبوقه. انا موجود في مجتمع يعني عربي خليجي في دول نفطيه، الحقيقه برغم كل امكاناتهم الماديه الا انهم مذهولين من كم اللي بيحصل في مصر، لدرجه ان في الخليج الديوانيات يقولوا يعني بلدنا لو يجي لنا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمده شهر كان عمل لنا كل الحاجات دي. لا الحقيقه احنا كمصريون في الخارج بنشد على ايدي فخامه الرئيس، على ايدي القياده السياسيه اللي بنشوفه يعني اعجاز بيتم على ارض مصر. الناس فاهمه ان دي مجرد طرق، مجرد بنيه تحتيه، لا ده كمان في البشر، في الثقافه بتتغير، في القدره على الامن القومي بتتغير، قدره التسليح جيشنا بيتغير. احنا حتى بره مصر وضعنا كمان اتغير، اصبح المصريون في الخارج وضعهم في تحسن، وضعهم امكانياتهم صارت اكبر، وده شيء يعني الحمد لله تحقق خلال الفتره الحاليه، واحنا بنحيي القائمين على امره ان شاء الله. انتوا الحائط الصد الاولاني لمصر والمصريين، انتوا الواجهه الجميله المشرفه لمصر بره. كل القرارات والاستفتاءات والانتخابات اللي بتحصل بتنجح مره فبتنعكس على الداخل، فانتوا بتقوم بواجب وطني كبير جدا حضراتكم. يعني الحقيقه ان اللي بيشجع على ده هو كل الاجراءات اللي بتتم في مصر، واخرها الحقيقه تشجيع الاستثمار الخارجي وكده. واحنا لما بنتكلم عن الاستثمار الخارجي الحقيقه لازم نتكلم عن ان في مستثمرين من ابناء الوطن في الخارج اللي بنناديهم من خلال برنامج حضراتكم، وبنقول لهم تعالوا الى مصر وشوفوا. هم الحقيقه في يعني المؤتمر النهارده بينادي بهؤلاء. في شركه للمصريين في الخارج بتنشأ، رؤوس اموال بندعوها وبنستقطبها الى الاستثمار في مصر. حجم المشاريع اللي بتستدعي اصحابها النهارده مشاريع غير مسبوقه. التعامل في ملف الصناعه يعني غير مسبوق، في ملف الزراعي غير مسبوق. حجم الانجازات اللي بيتم في مصر انجازات الحقيقه بنشوفها لاول مره. ده زي ما انا قلت لحضرتك استاذ امين بيستدعي وجود رؤوس اموال مصريه خالصه تكون موجوده على ارض الوطن للمساهمه في التنميه والمساهمه في تحقيق الحقيقه وفرات منشوده للوطن خلال الفتره الحاليه. سفيرة نبيلة مكرم سلمت الراية بمنتهى السلاسة لسيادة السفيرة سهى جندي، والجميل في السفيرة سهى جندي ان بدأت من حيث انتهت السفيرة نبيلة مكرم. الحقيقة يعني السفيرتين الحقيقة الوزيرتين يعني هما يعني شابتين الحقيقة، كل منهما أبلت بلاء حسنا. سفيرة نبيلة مكرم عادت بوزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج من بعد فترة طويلة، وتعاوننا معاها وقابلت بلاء حسنا وسلمت الملف للنشيطه الرائعه المبتسمه الوزيره سهى جندي، اللي الحقيقه اهتمت بما تهتم به الدوله والقياده السياسيه في الملف الاستثمار وملف الدعم الاقتصاد الوطني. وفي عهدها الحقيقه تم يعني او جاري دلوقتي انشاء الشركه الخاصه بالمصريين في الخارج وجذب الاستثمارات، وهي مهتمه بالملف ده. النهارده التواجد اللي حضرتك شايفه ده تواجد من فتره 10 15 سنه
كانوا يعني تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. النهارده الناس دي كلها بتجتمع تحت سقف واحد في مؤتمر واحد. كل الناس اللي بتتصارع على السوشيال ميديا النهارده بتلتقي، كل الناس اللي بتتكلم، كل الناس اللي بتنتقد بعضها النهارده كلهم بيلتقوا تحت سقف واحد، كله من اجل الوطن ومن اجل دعم القياده السياسيه، وايضا تحت مظله وزاره الهجره وشؤون المصريين في الخارج. الاتحاد العام للمصريين في الخارج يعني انا ببقى مشفق عليكم، بتبقوا لازم عارفين كل الجاليات او رؤوس الجاليات في معظم الدول، اهم المشاكل، اهم الاستفسارات، يعني الضغط عليكم كبير جدا باسم الاتحاد حقيقه. يعني الحقيقه يا استاذ امين احنا طبعا وحضرتك يعني مشاركنا دايما في افراحنا واطراحنا وفي كل مشاكلنا. احنا الاتحاد العام للمصريين في الخارج احنا الحقيقه معظم شغلنا 70 80 90% من شغلنا خارج الوطن. احنا متواجدين على ارض الواقع حيث الجاليات المتراميه الاطراف موجودين النهارده في القارات كلها، قارات العالم كلها، موجودين في الدول ذات الكثافه المصريه الكبيره اللي متواجد فيها، موجودين في ايطاليا حيث الكثافه المصريه، موجودين في السعوديه اللي فيها يعني نقول 40% من تعداد المصريين في الخارج، موجودين في دول الخليج. كل دوله لها مشاكلها، كل دوله لها يعني ظروفها. احنا دلوقتي بقينا نأهل الساده يعني اعضاء مجالس اداره الجاليات في الخارج، نؤهلهم بالامن القومي، نؤهلهم بما يليق الحقيقه علشان يتعاملوا مع الجاليات. احنا متواجدين مش بس علشان نحل مشكله كل واحد مصري ينادينا، احنا كمان موجودين زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان احنا صف الامامي، احنا سفراء، احنا بنبعث في نفوس الغير ما يسمى بالدبلوماسيه الهادئه وبال يعني القوى الناعمه على الغربه. وده يعني اسفر عن ان دول العالم كلها الحقيقه بتنظر الى المصري الان نظره احترام ونظره وقار، وده شيء يعني الحقيقه. وانا من خلالك كمان بشكر رجال الاتحاد العام للمصريين في الخارج. النهارده في 100 سفير موجودين جم من خارج انحاء العالم من اعضاء الاتحاد العام للمصريين لحضور المؤتمر، وانا يعني بحييهم من خلال حضرتك. ودول هم الجنود المجهولين اللي بينفذوا كل يعني كل سياسه الاتحاد في كل انحاء العالم. دايما المشاهد بيحب ما وراء الكواليس، وطبعا حضرتك يعني واجهه جميله جدا لمصر والمصريين. اسئله خفيفه وسريعه، حضرتك من فين بالظبط؟ انا من ناجي حمادي قنا. عشان كده انا برضه الدم في حنا. ايوه يا فندم، اتشرف حضرتك. بتحب مين من المطربين بتوع زمان؟ انا يعني الحقيقه مطربين زمان لو قلنا محمد منير من جيلي، يعني من جيلي طبعا محمد منير، هاني شاكر، من جيلي برضو عمرو دياب، من الجيل اللي قبلهم شويه الاستاذ مدحت صالح، الاستاذ علي حجار. دي الحقيقه انتوا في الغربه ايه هي الاكله اللي لما بتبقى موجوده بتبقوا سعداء وطايرين بالفرحه، حاجه جايه من ريحه مصر؟ كيس الملوخيه يا استاذ امين. كيس الملوخيه والحمام، وكان دي اكلات مصريه جميله. والنهارده انا ببشر حضرتك ان احنا متواجدين المطاعم المصريه برضو دي من ضمن القوى الناعمه. المطاعم المصريه النهارده منتشره واصبح لها مريدين. النهارده كبرى المطاعم المصريه متواجده في مصر، في الكويت مثلا، وفي الخليج، وفي السعوديه، وفي كل مكان. فلا احنا متواجدين، وانا بطمنك وحاجه ان شاء الله جميلة. اخيرا احلامك وطموحاتك؟ احلامي ان المصريين يكونوا على قلب رجل واحد. احلامي ان مصر تبقى احلى بلد واكبر بلد واعظم بلد. وعلى فكره ده مش حلم، ده بيتحقق النهارده على اقل واقع، وكل المقومات بتقول كده، كل الواقع بيقول كده، كل الانجازات بتقول كده. احنا فعلا شعب يستحق انه يكون. احنا خرجنا من حروب الى مبادرات الى سلام الى النهارده جاء دور التنميه ودور تحقيق الانجازات. الدول العظمى اللي كبرت ما كبرتش في يوم وليله. التجارب اللي ساهمت في دعم يعني اقتصاد واصبحت نقلت بلادها نقله الى النمو. نتكلم عن ماليزيا، نتكلم عن البرازيل، كلها دول كافحت استمرت حوالي 15 سنه عشان تبني نفسها. النهارده احنا في 10 سنين من تولي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الايه اختلفت تماما تماما تماما. النهارده مصر بتتغير خالص، بنيه تحتيه قويه، طرق، جسور،
ملف الصناعه، ملف الكهرباء والتصدير، حتى ملف النيل والمياه. النهارده احنا ما شفناش ميه اكتر من الميه اللي جات لنا. يمكن رب العالمين رايد انه احنا نكون دائما وابدا موضوع ملف النهضه بيتحل بمنتهى الدبلوماسيه، بمنتهى الامور المخابراتيه. الميه كترت ما نقصتش. التواجد المصري في افريقيا النهارده غير الاول. زمان احنا كنا بنتعرض لمواقف. النهارده وبالمناسبه احنا موجودين كاتحاد عام مصريين في الخارج ايضا في افريقيا. النهارده بنتكلم عن وجودنا في اوغندا، بنتكلم عن وجودنا في نيجيريا، وناس موجودين النهارده من البلدان دي.